الضرر اللجوء للكهرباء. الضرر نفسه مش الضرر نفسه. العربيه باعوها ولا ايه؟ العربيه هناك اهي. انا فاكرك كنت بتجرب حاجه. لا ما احنا ركبنا المارش بتاعنا. اوكي. فبالتالي نفس المشكله كان هيدخلنا انا في حل فتيس. ما هو كده الشك اصل مش معقول العيب هيجي على الحاجتين. فجبت عمرو الكهرباء. استشروا بقى ايه اهل العلم. اهل العلم. ده عامل كام لا مؤاخذه ده؟ 5000 جنيه. حلو. وعشان خاطر مصطفى الخناقه. وعشان خاطر الدوني ايوه يبقى 4. وعشان خاطر الاستاذ علي يبقى 3. طب ايه تاني؟ مين نذيع مين تاني؟ طب وعشان خاطر ربنا يبقى مش عايزين فلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بقالنا ساعة الا ربع وزيادة. هو احنا مكلمين بندق ده بقالنا قد ايه يا جدعان؟ قال لي الوسطى رامي ان هو جاي. هو احنا مكلمينه بقالنا قد ايه كده يا باشمهندس؟ يعني اعمل ايه؟ قلنا من عندك المره دي. هو هيرد عليا؟ ده ما ردش عليك. يرد عليا انا؟ ده عاجبني منك جدا ان انت بتخلي بالك مع مصطفى. انا اصلا اتعلمت المونتاج كده بس مع محمود عبد الله يمسيه بالخير. المونتاج بدا معايا كده، فلما اتزنقت في الفلوس عشان يبقى في مونتاج للشغل والحفلات والكلام ده منتجت انا بايدي. كنت طبعا بطول وياما حفلات بداتها من الاول عشان مش فاهم حاجه، لحد ما اتعلمت بقى بايه بالممارسه الكتير دي، وفرقت معايا جدا وانا بذاكر شغلي ان انا منتج بايدي. زمان كنت عشان تدخل حاجه في ماي كمبيوتر اللي هو مش موجود يعني كنت بتكتبها زي اليو ار ال كده. يعني لما كنت احب العب لعبه سندباد دي بكتب مش عارف اتش تي تي بي حاجه زي كده، مش فاكر بالظبط كان ايه الفورمات، سلاش نقطتين فوق بعض. كنا كاتبينهم في ورقه لان لو كتبت حرف غلط اللعبه مش هتيجي. انا خايف اسال الاسطى رامي وخايف اقول له ان انا مستاء من ان دي ثاني مره قبل كده قال جاي وما جاش بندق، ومره اتصلنا بيه وما ردش، ودلوقتي قال انا جاي وما جاش. والاسطى سيد راح لي، وهذا المبعوث هو الوزير من هذا الملك، راح له بقاله بتاع 10 دقائق، هو على بعد دقيقتين. فنتعشم ونتمنى يكون يعني في ايده شغلانه وبيخلصها. الكلام ده كله متصور، يعني كل حاجه انا بقولها لك انا مصور، وانا قبل ما اتكلم معاك انا مراجع كل اللي انا مصوره. قلت لك الناس دي لها سيستم تاني، الناس دي بيبقى معاها مواعيد مكاتب، انت هتبقى في اتاحه لو عطلان تروح له. قلت له انا اروح له اي مكان لو في كاسفارين. لا كده والله لا مش ده اللي حصل. هقول لك اللي حصل. انا قلت لك انا معايا شغل اخلص واجي لك. لا مش ده، انت كده نطيت في نص الموضوع. نطيت نص الموضوع يا باشمهندس رامي. كلمته وانا عطلان في الفسطاط، يا باشمهندس انا العربيه كلها منوره دلوقتي وما بتدورش، بدور مارش ما بتدورش والانوار كلها منوره في العربيه، ينفع تجي لي؟ قال لي طب انا في ايدي شغل كده، راح طالع لي فوق كده قال لي طب انا في ايدي شغل دلوقتي. هو دلوقتي بيتكلم في نقطه مارش، انت راجل صنايعي دي شغلتك. زي ما كلمني النهارده قلت له صور لي فيديو ايه اللي عندك، صور فيديو زق العربيه وارمي لها وهات لي العربيه هنا. حصل. فانا ما عنديش حد هيروح يزق عربيه عشان يدورها ويجيبها لي، انا اعرف اشغل نفسي ازاي وما زعلش زبوني مني. لا يا فندم ده قاعد يقول لي فيها ايه فيها ايه فيها ايه، قلت له ما اعرفش فيها ايه، انا لو عارف فيها ايه كنت قلت لك فيها ايه. قلت له طب تعالى انا ما اعرفش فيها ايه. عمل توصيله ساعتها ودارت العربيه معاه. مين اللي عمل توصيله ودارت معاك انت ساعتها؟ لا ما حصلش الكلام ده. انا قلت لك العربيه دلوقتي ما بتدورش، المارش بيدور والنور مش شغال. بطاريه ايه اللي عملتها ده بعد ما انا كلمتك في التليفون وانت قعدت تقول لي هو فيها ايه وقلت لك مش عارف فيها ايه. قلت له طب انا في ايدي شغل، قلت لك طب ما هو ده شغل برضه يا باشمهندس ومدفوع فلوس ومتفقين ان انت تجي لي لما يحصل مشكله. يعني انت معنى صح على كلامه، معلش برضه كنت عايزني اسيب اللي في ايده وامشي واروح. لا قول لي معلش في ايدي شغل. خلي بالك انت فاهمها ان انت هتروح كتكمله شغل، لا انت هتروح طريق. يا عم انا ما حسبتهاش بقى تكمله شغل ولا حسبتها اي حاجه، ولا حسبتها ان انا رايح اخد فلوس ولا حسبتها ما رايحش اخد فلوس. انت فاهم انا الطريقه؟ انا بقول له انا معايا شغل، راح ردد عليا قال لي مش ده اساسا من الشغل اللي انت عامله. قلت له يا باشا انا ما بقولكش لا، ولا قلت لك حاضر، ولا قلت لك لا، ولا قلت لك الكلام ده. قال لي انا معايا شغل اجي لك ازاي دلوقتي؟ ده وانا لسه بكلمه في اول لسه بقول له الحكايه، فنرفزني اللي هو طب انا لسه بقول لك العربيه فيها ايه؟ طب انا معايا شغل اجي لك ازاي؟ طب انت بتكلمني كده ليه يا عم؟ ايوه انا اعرف منين يا باشا؟ مين فين الوسطى؟ معلش احنا قصرنا معاك في حاجه ولا انا معاملته مش كويسه ولا انا قصرت، الراجل ما قدرش بزياده ولا انا قصرت صح ولا لا؟ والله. معلش طب اسمع مني بس الكلمتين يعني صح ولا لا؟ يعني احنا ولا هو قصر ولا انا قصرت. حلو. لا لا انا بكلمك انا ما قصرت. امال انا اللي جايب وانت ما تحلش معايا او تكلمني بالطريقه دي يعني انت بتشيل ايدك. انا لو اشيل ايدي مش هشتغل في العربيه، لو اقولها لك كده وش حلو اقول لك انا مش هشتغل في ما العربيه. تردش ليه بقى يا اسطى؟ ايوه ما بترجعش تتكلم تاني ليه؟ بقى انا ساعتها دلوقتي انا ما شفتش الرقم. يعني ايه يا باشا؟ يعني انا افضل 3 اسابيع كل ما نكلمك ومرتين نيجي هنا تقول لنا هاجي وما تجيش. انت ما كانتش طريقتك كده، انت فاهم قصدي؟ وكلامك ما كانت طريقتك ما كانتش كده من الاول، احنا قدرناك عشان طريقتك كانت كويسه. طريقتك لما اختلفت انت اللي متضايق مننا، يعني عشان يبقى فاهم بس الكلام على ايه. يعني انت طريقتك كانت كويسه قدرناها، لما انت غيرت طريقتك انت اللي متضايق مننا. ما جينا لك
بدل المره 3 واستناك هنا مرتين، مره كنتش بترد ومرتين فضلنا مستنيين ملطوعين لسيادتك وانت سيادتك ما جاتش. والنص رامي بنفسه كلمك. بلعب يا عم رامي. لا اله الا الله. يعني عليا يقول لي انا مش جاي. قول يا باشا. اكلمك تقول لي جاي لك. جيت لك هنا وقعدت هناك عندك امتى يا باشا؟ بالليل بعد ما الناس مشيت تقديرا ترد عليا. بعدين يا اسطى انت مش فاضي النهارده، حلو كده سهله، انت مش فاضي النهارده تقول لي ثاني يوم تعالى لي لكن معنى ان انت ما تردش واعمل لك الشغل اللي حتى الزبون واقف نفسه، لكن انت ما بتردش بيقول له يا اسطى هو مش مقدرك انت. لما انا الزبون عندي واقف بيقول لي هو مش مقدرك انت. انا بكلم تجار يا عم بندق وبكلم صناعيه اللي خلقهم ما ربنا. ليه احترامه وليه ما تقوليش اصل انا كنت بصلي والتليفون بيرن، طلعت من صلاتي خلصت واول ما مسكت التليفون مين اللي كان بيرن عليا؟ رحت رن عليه ايوه مين؟ قال انا والله سواق التروسيكل كان. قلت له معلش انا اسف انا كنت بصلي. انا بقدر. وحصلت معايا كذا مره، مفيش مره كلمت الباشمهندس رامي الا لما بيرجع يكلمني لو كان بيصلي وفي ايده شغل، لكن سيادتك 3 اسابيع حضرتك يعني ما هو بيبقى بتردش. شغال وبيصور تصوير عنده برن عليه ما بيردش عليا. مره ما ردش عليا خلاص انا سبت، بلاقيه هو من نفسه بيرن عليا. ايه يا رامي في ايه؟ في حاجه كذا؟ لا والله بطمن عليك. يبقى برضه في تقدير. كنت عايز تشتغل وتاكل عيش مع ناس كويسه ونضيفه معاه. هو مش صنايعي زي حالاتنا هيحط موتور ويحط وش والكلام ده كله. واحد الله. وحد الله. لا اله الا الله يا باشا. انا دلوقتي لما اقول لك الاشارات بتعلق كل شويه، هو ده ما بعرفش اسوق فالاشارات بتبوظ؟ ولما اقعد شهر ونص بكلمك واجي لك هنا 3 مرات وانت ما تجيش ولا تعبرنا. شهر ونص تقول لي اكمل لا 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 انا انت بتقول لي انت جاي دلوقتي تقول لي ان العربيه بايظه، ما انا بقالي شهر ونص بكلمك ما بتردش. بقالك شهر ما تجيش انت تقول لي بقى ان انت لسه دلوقتي. ما تكلمنيش يا باشا مش كلمناك 3 مرات لما جينا من شهر ونص. ايه اللي قطع عندك يا باشا؟ يا باشا مش بنتكلم ولا انت كل شويه تيجي ترمي كلمه وتجري؟ ما انت عايز تروح نسمع يبقى ما تتكلمش وما تسمعش. انا مش هسمع. مش هسمع خلاص مش هتكلم. مفيش ميه بتيجي على الفوانيس يا ريس. انا بمسح لا بغسلها بفوطه مبلوله يا باشا، بفوطه مبلوله وبخلي بالي منها وبنزل اعملها انا بايدي. انا بحترم العربيه دي، مش بمسك جردل وادلق عليها كده. وعرفنا بس هنتكلم امتى بعد اذنك. بتكلم مع عم رامي وبعد كده لا مش هتكلم عن انت عيل صغير بتتكلم معاك. انا مكلم رامي وبكلمك انت ما بتستعناش كلامي. انت مطلعني كده حرام. حلو قوي زي ما انت. انا مش عايز اشغل في العربيه اقول لك في وشك. لو انت حرامي اقول لك في وشك حرامي. انت هنا من النقطه دي وانت نفضت لنا شهر ونص ولا شهرين ونجي لك لحد هنا وما بتردش ولا بترد على التليفون. انت جاي دلوقتي تقول لي العربيه عطلانه، ما انا بقالي شهر ونص بجري وراك وبنستناك عند الراجل اللي احنا عرفنا عليه اصلا. مش هتتكلم لوحدك والله ما اسمعك، والله ما اسمعك. مش هتتكلم لوحدك براحتك جدا براحتك جدا. انا راح اخلص شغل وكلمني انت بعد اذنك يا عم. طب تعالى اعمل لي الشغل اللي هنا. بعد اذنك كلمني انت بقى يا عم رامي. العربيه انت بقى في ايدك وانت تكلمني بعد اذنك. بعد اذنك. طيب تعالى اعمل الشغل دوت او اجيب لك العربيه هناك. خلاص طب العربيه اللي هناك طب وهي العربيه لو هي ركنه عندك يا باشا هاجي لك عندك يا عم. انت مشكلتك ان انت رحت استلمت عربيه وحاسبت. لا انت ما تروحش هناك، انت مالكش روح هناك. ولا ليك تحاسب سروجي ولا ليك تحاسب كهربائي ولا ليك تحاسب حد. انا اللي موديك. حلو يبقى انا اللي استلم. بس كنا عايزين نخرج من الهم ده والله لا العظيم. والله حاجه اسمها والله اتكلمنا في كده. بس انا بستلم عشان يجي عيل يشتغلني يشيل لي كنبه ويحل لي فرشين باب ياخد مني 750 جنيه. يبقى انا كده لا مؤاخذه انا هندي. ده غلط لان انت حتى ما كلمتنيش في التليفون. لا انا عربيه كده. انا ايه يا عم؟ انا العربيه مش طالعه على المطار الصبح. انا عربيه مش طالعه على المطار. انا تحت رجلي عربيه. يلا يا عم مصطفى نيجي بقى بالنهار كده ان شاء الله كده نقعد نشرب قهوتنا ونتكلم واعرف انت عملت ايه واستلم عربيتي بالراحه وننه واطلع اجرب عربيتي واشوف انواري واشوف دنيتي واشوف شحن دينامو واشوف حاجتي كلها. يبقى انا بستلم. كسفنا والله نكلمك وكان الساعه 2 بالليل. طبعا مفيش حاجه اسمها متقل. لا عندنا متقل طبعا يا باشمهندس. لا معلش انا عندي شغل بس انا متصدر مع واحد. ايوه انا بقى افهم الكلام ده يا باشمهندس. وانا قايل لك ان انا مش عايز اعمل مشكله، بس عند مرحله لما لقيت ان هو لا هو مش مستعني حد وداخل حاطط في دماغه ان علي متضايق ان انا ما بردش وخلاص. تعامل مع الناس بعقولهم. حاولت والله بس هو بعيد قوي يعني ما حاولتش. ماشي ما هو بعيد هي دي حدوده. تعالى بس عشان احنا الكلام هياخدنا. عايزك تروح بس كده ربنا عشان يجينا يا سيدي. وحد اللي براحتك خالص. تمرني باي حاجه. اشوفك على تيتو ولا يلا سلام يا انطون. استنى تعالى ده الموبايل. بص هو الكلام طبعا صح وده اللي احنا بنعمله في العادي. ان اخذ الحق حرفه وان بالاصول وبالطريقه وكل الكلام ده كلام موزون جدا ومظبوط وبنعمله وعملناه قبل كده في كذا حاجه. بس في الموقف ده بالذات انا التارجت بتاعي مش ان بندق يجي يعمل الحاجه والكلام ده. لا خالص. انا التارجت عندي ان هو زي ما اتعامل معانا بطريقه مهينه صح. كذا مره قلت له في الفيديوهات بتاعه الاتفاق قلت له الكلام ده بيتصور تمام. وكمان الاتفاق الوحيد بيننا ان انت تبقى حاضر لما نعوزك ما تجيش. لا ده انت كده قليل ادب بقى شايفنا كوركات. لا طب تعالى يا عم نشوف الكورك ده هيعمل ايه. هجيلك وهبقى معرف لوسط رامي ان اللي بندق بيعمله ده قله ادب ليا ولقمه عيشه وليك لان ده كان لازم يتقال طبعا.
علاء اظبط علاء. يا اختي مطب جدع بنت عفيفه. شكرا جدا يا جماعه ان انتوا استحملتونا في هذا الفلوج المليء بالخناقات والطاقات السلبيه، ولكن لكل نمره لكل محافظه مفتاح. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كذبوا عليا في حياتي. احنا ما ينفعش بعد كل هذا العناء ما ناكلش. في قمر الزمان اللي جنب رنين مكلموه نقول له يا محمد يا قمر جدع سكره خالص، بس ما حدش هيقول للكابتن بتاعي، ما حدش يقول للكابتن عوض انا مش هاكل رز. انا كده راجل ايه، انا كده ماشي مظبوط. يا بلدنا يا بلد. السلام عليكم. هلا عند متحف الحضاره كده هتلاقي فيه رنين، تدخل من عنده يمين، في اول يمين على طول من البطيء هتلاقي قمر الزمان اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. صورت لكم كام شوت كده، وده مش اعلان اقسم بالله، ولكن هذا المكان انا بحب اكل فيه جدا 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 في رمضان. انا بقى ابن صاحب المطعم، المفروض والله ولا اعلان ولا اعرف اصلا هو بيصور ولا اي حاجه، بس هو فعلا من الشخصيات المحترمه جدا. الله يكرمك الله يكرمك حبيبي عمر، والله حبيبي بجد والله منورنا. تسلم وتعيش. معلش والله بنستناها اصلا، احنا بنستناها حبيب قلبي والله العظيم. تسلم وتعيش. الجملتين دول للكابتن بتاعي مدربي كابتن عوض. كابتن عوض نور، انا بحبك جدا يا كابتن وملتزم وكل حاجه، بس انت شفت اليوم كان عامل ازاي، فسامحني في يعني بسيطه خالص طبعا احنا نسافنا الدنيا الاكل طبعا منتهى الطعام، يعني كالعاده قمر الزمان ما بيجليش، فمعلش يا كابتن يعني واحده كده ومش هشربها كلها. هنتمشى بجد، مش هنركب العربيه بعد الاكل ده. لا ده يعني ده انا همشي، انا كوتش انا همشي على 4 وارفع انكلاين 6 بعد اللي انا اكلته ده. سلامات يا دكتور، حرمت منك ابدا. والله العظيم بجد تسلم. تعبتك النهارده. اصدقاء محبين لبعضهم البعض يتبادلون القبل في غفله برجال الامن. سلام يا مصطفى. سلام يا مصطفى. مصطفى حاول امسك مصطفى. بص حاول امسك مصطفى اهو. زيو مصطفى زيو. انطونيوس حبيبي يا راجل، انت اتبهدلت في التصوير النهارده. ولا اي حاجه. لا والله اتبهدلت بجد. فداك الدنيا. قررنا بكل شجاعه ونضج ان احنا نتمشى مثلا 10 دقايق وبعدين نقفز بقى هناك. تيجي نمشي 30 دقيقة لحد البيت. السلام عليكم. الرجاء تقدمن الرجاء اللي هو التأكد من يعني غلق باب الأسانسير. قلت لهم برجاء تصليحه بالفلوس اللي دفعناها. واحلى تحية عليكم كلكم، ويا رب يكون الفلوج ده حلو. اللي فضل موجود لحد اللحظة دي احب اقول لك الف شكر.